لو عشان الموضوع جد يبقى لازم يزعل. واحدة انا خلاص انا شو طلعت حكيت؟ انا طلعت حكيت انا وخالد كنا كذا كذا كذا. اخر بقى انا مش عارفة ايه. ايش؟ ما واحدة تقول لي انا مش عارفة احبه ولا عارفة اكرهه. مش عارفة احبه ومش عارفة اكرهه ومش عارفة احقد عليه، مش عارفة اذا الخيانة اصلا مزبوطة او لا. هيك انا حاسة وهو بيعرف. تعيطي لما تسمعي صوته. ليش عيديها لي ثاني؟ لا ما حكيتها قدامه، كان برا، كان بالحمام لما حكيتها. هي مش فكرة برا ولا جوا، هي فكرة انت متأكدة من انت بتعمليها؟ مش متأكدة. بقول لك انا ما طلعت حكيت قدامه عشان هو يعرف. بس يا نادين، انا دي يعمل ايه؟ انت ليش هيك؟ مش بتقولي لازم يزعل؟ اكيد اي راجل عم بقول لك ناديه بدي احكي معه. يلا ناديه تعالى. هو ناديه انا ليه ما ناديه هون؟ لا ناديه هون. انا اللي دخلني السؤال. مش طايقني مش طايق. عبد السلام عبد السلام عن جد اسمع والله لسه مش طايقني من مرة ولا شحطة. انت مبسوط يعني تضحك تقول لي اه؟ يعني بدل ما نلاقي حل يعني. نادين عبد السلام تعال. عم بينادي عليك صار له ساعة مش سامع؟ قلة أدب، أنت عايز تاخد بالجزمة. تعال يا باشا. أحمد عزت إيه؟ لو عايزه خده. مو عايز. في ستيك، في الأكل كله موجود جوه بس أنا مش عايز. لا أنا عايزك الصراحة أنا هحاول. وقف معنا. وخر عني. ولا شيء. احكي ولا ما احكي؟ يا امك خليك هون. فوق كوبري. رب كانت صداقه منيله، والمصحف 2 صداقتهم منيله يا رب. يعني رجعت اعدادي، نص اعدادي ده جو اعدادي. ميدو هقعد هنا. لا هون. هقعد هنا اعمل ايه؟ انا مش فاقش ايه رياض. ولا رايل اظبط. انا هقول لي انا شو عايز هلا يعني عايز اموري. انت مش عارفه انت عايزه ايه. اوكي بدكم اكون صريحه واحكي بالاخر. انت مش عارفه انت عايزه ايه. لا بلا مش عارفه انت عايزه ايه والله. بصير انا اخوكي بقول لك مش عارفه انت عايزه ايه. طب بصير احكي. يلا اتفضل. انت وين؟ عبد السلام بيعاكس نسمع. ايش يعني يلا مش فاهمه. لا عن جد شو يعني؟ بصير احكي؟ قاعد اسمعك. سارة يا الله شو مشتاق لك. ايه بقى عاكس سارة انت مالك؟ كيفت انت هلا اكيد. كيفت من ايه انا؟ يعني انبسطت كثير. من ايه؟ ميدو ساعدني. ما تخلصوني بقى من الحوار ده، انا حاسس ان انا في اسمع ابتاع. بلا حقارة عن جد يعني. ما تخلصونا احنا انتوا الاثنين. ليش هيك طلع فيه؟ استابي شكلك تابي. ايه يا جماعه انا مبسوط عشان انا قلت حاجه كان نفسي الكونفرنس ده. يا ميدو مبسوط انا قلت خلاص حاجه اللي انا عايزها. طب اوكي شفتني ما بعرف ليه يعني. يمكن انت شايف انه انا مش ضروري ابرر لك، بس بدي احكي شيء يعني هو تبرير لشيء. احكي ولا ما بدك؟ يلا والله يا عم تخلصونا انتوا، ما تخلصونا في الليله السوداء دي. عم بدي احكي. بتحبوا بعض؟ لو ما تعصبونيش عشان انا عايزه هاد غل والله غل مش قادره بدي اطلع بمحل. لو عبد السلام ما بعرف. طب اوعي سيبي صباعي بعد اذنك. خليني مسكته شوي بليز وانا بحكي. هاتي عبد السلام. اوكي اعطيني ده. ربنا يوفق المشهد خلاص. لو نفسي اسمع يقولوا ان هو بيدور يعني بالطريقه. انت وين عقله؟ ها عبد السلام اجابه عشان نخلص. اوكي لا عن جد انا ما لا فانا ليه دي حاجه ما بينكم تحكوا بعضكم بالرواقه. انا ما اقول لك انه انا اللي حكيته هلا بالحصه ما بعرف اذا مش فارق عليك الموضوع او وات ايفر خلص مش عارفه احكي. حسي متخلف واقف بيسمع.
سوري. طب ايدك. يا بنتي دي خليك هون بليز ميدو، واحس بالامان وانا حاضر. انا هنا اهو. زين. لا عن جد حكيت اشي كان نفسي من زمان احكي، يعني كل حدا عارف. ميدو خليك مع امي. لا يا احمد لا. على فكرة انا مش هو. زين. ميدو يا خليك هون لا تجنني. اوكي بالاخر انا اللي حكيته جوا كنت لازم احكي من زمان. كنا عارفين انه انا صار معي موقف هون كثير بضايق، وانا لهلا مش عارفه اذا الموقف صح او غلط. بس انا قبل ما ابلش حكي انا بدي ابعث حدا كنت احبه. اوكي منظري وحش. ميدو كنا حوا. وانتوا عايزين مني ايه سؤال؟ بص يا جماعه انا هطلع بس اشوف حاجه كده. لما سمعت صوتك ميه انه اكيد طبيعي ابكي. انت يعني فكره ان انا متضايق؟ بالعكس. مين حكى انه انا قلت لك قبل ما لا مبين انت من كلامك انت قاعد تكلمين لما سمعت صوت بكيت سمعت ليان والله عادي. ايش فيك؟ انا مو مضايق عشان شيء بالعكس. شو حكيت اول ما بلشت؟ شنو؟ لو انا دنيا عنا شو بالعكس يعني ما فهمت شو قصدك. انا ما عم بحكي لك متضايقه على فكره. انا حكيت انا كليان حسيت انا لازم ابرر لك، بس ما حكيت انه انت متضايق. تبرر لي انا كشنو؟ والله يتكلم ايش فيك؟ ان انا شنو تبرر لي؟ ماما ليش تبرر لي؟ لا والله ليش يعني انا من بين الشباب كلهم والبنات تبرر لي انا؟ عشان انت الوحيد اللي بحس انه لازم ابرر لك. لانه يعني لانه شنو؟ لانه يعني ما خلاص لا عن جد احكي خلص لاني قرفت. والحين تقولين بالمسرح انا عبد السلام صرت قريبه منه هذا عشان يضحكني وينسيني ما حكيت يضحكني يا حقير. ما حكيت هو الوحيد اللي رجع يحسسني انه انا بنحب، وبحسسني انه مش انا البنت اللي بنخان. ما قلت هو اللي بضحكني، قلت هو الوحيد اللي نساني، وهو الوحيد اللي حسسني انه انا بنحب مش بنخان. ما قلت كذي. لا عم تمزح. ما قلت يحسسني انا بنحب. انا متى حسستك انك بتنحبين؟ عاد عم تحكي؟ طيب خلص ماشي. انا ما حكيت انه انت بتضحكني ابدا، ما طلعت مني هاي الكلمه. انا قلت البني ادم الوحيد اللي نساني بهاي الفتره اللي نسيت فيها. زين ليش انا اسمي بالموضوع؟ شنو وتتبرري لي كشنو عبد السلام؟ يعني ليش ما تكلمي؟ عم بدي احكي استنى. يلا. بس لا انا على فكره ما حكيت انه انت بتضحكني. اوكي خلاص يمكن انا ما سمعت. لا انت ما سمعت، اكيد ما سمعت، اكيد ما بحطك بهذا الشكل يعني بهيك موضوع. لاني ما مش حقيره يعني احكي بهاي الطريقه. حكيت انه عبد السلام هو الوحيد اللي نساني انه انا بنحب. هيك انا حسيت، ما بعرف انت شو حسيت ولا شو بتحس. وعم ببرر لك لانه ما انت ببرر لك، كتبت لك بالرساله. بدك احكي بحكي. ايه ليش ما تتكلمي؟ طيب اوكي عم ببرر لك لانه اكيد انت غير عن كل الشباب هون، وما بحبك زي ما بحبهم. يعني انت يعني ميدو مثلا ما بغار عليه لو حكى مع اي حدا. زين اوكي ليش ما تتاكدين من الموضوع اللي صاير برا؟ ليش ايش؟ ليش ما تتاكدين من الموضوع اللي صاير برا؟ يمكن ما صار اللي صار اللي قاعد تتكلمين عنه. طيب والله جد لا قاعد اكلمك. ليش انا ضحيه باكر؟ انا عمري ما تكلمت في الموضوع بس قاعد اكلمك الحين والله لا.
انا ما ابي اكون ضحيه من بين. طب يعني انا بدي هيك، بتعرف شو انا وميدو كل يوم عم نحكي عن هذا الموضوع من الاخر. اوكي انا قاعد ضايق ترى. قلت له ميدو انا عبد السلام لا بقبل اخسر ولا باي شكل من الاشكال. قال لي اكيد، وقال لي انا قلت له انا كمان ما بقبل اخليه والله قاعد يتحذر ليان بتحب قاق لسه ولا ما بتحبه ليان. قلت له انا ما بقبل لانه هو اصلا مش هو الشاب اللي بنحط بهيك موقف. وقال لي طبعا انا ما بقبل على صاحبي هيك يصير فيه. هذا دائما نحكي فيه. وقلت له اللي كتبت لك اياه بالورقه، بس قلت له اياه على الهوا يعني عادي، بس مش كتبت له. طب احكي اشي. شنو احكي؟ شو اقول لك ليان؟ والله ما عندي شيء اقوله. ما اعرف شنو صاير، ما اعرف شنو قاعد يصير اصلا والله. طب وين رايح؟ خلاص سكر الموضوع بعدين عم نتكلم. بحكي بعدين نتكلم خلاص. لا هلا بدي احكي، هلا بدي احكي. شنو شو اقول؟ تعال وقف هون. شنو؟ هون زين لحظة في ماي في شنو؟ شوش ليان تبيني اعطيك من الاخر؟ انا ما ابي اكون ضحية بس خلاص. طب زين خلاص ما بدي احكي معك، بدي احكي ميدو بدي انقاذ ان شاء الله. طب مين حكى انك انت هيك؟ هيك شنو يعني؟ توضح يا عمي ما زين لحظة خلاص بدي احكي انا بدي احكي اف. يلا. طيب شو ما فهمت؟ فسر لي يمكن انا فهمت غلط. احكي يلا. طب شو قصدك؟ فسر لي عن جد يمكن ما فهمت صح. شنو؟ اما الكلمة اللي قلتها هلا. انا ما ابي انا. اوكي فهمت لا ما بدي اياك تفسر. فهمت بس انه بدي انتحر شكلي. طيب حط حالك محلي شوي. شو كان عملت؟ اقول لك شو عم بيصير معي. ما اصدق كلام الناس. اي كلام؟ اللي قاعد يجي من برا. يعني ما اصدق ماما وما اصدق عبد الله. الشيء اللي شفتيه لا بالعكس. محمد عبد الله شنو قال لك؟ قال لي قاق بقول لك الخيانه غلط. وانه هو بيستناكي برا. وماما قالت لي انه قاق من اول يوم طلع ضل 3 ايام بلبنان. شلون عرفت امك انه غاب؟ وصلها حكي. وشلون تصدقيني وانت مو شايفه شيء؟ ليش انا باكر اصير ضحيه عشان شيء سمعتيه ما شفتيه؟ قاعد كلمة جد ليان والله. يعني امي بتكذب علي؟ لا امك مو شايفه. مو امك اكيد مش شايفه ماما. اي اوكي شلون تصدقين وشلون امك تصدق؟ لانه وقت ما كنا نوميني وطلع قاق اجى صاحبي صديقي يعني عم بيصير معي انه انا وصلني حكي هيك اوكي. اتضايقت وكرهته للحظه. بعدين اجيت انت من الاخر يعني احكي لك لانه زهقت انا افلام اولاد صغار. اجيت انت وصار اللي صار. مش عارفه شو احكي عن جد. خلاص سكن والله. ما بدي ليان خلاص. زين خلينا نروح اكل ليان. ما بدي عبد السلام. ما بدي. خلاص بعدين نتكلم والله. عاد سلام نعمل مشهد حب. عبد السلام شو اعمل؟ تدوين للناس اغاني فيها حياتهم وحياتهم. جميل. هو بالاغاني بسرعه محتاجه انا اقطع انا 1 2 3 ودخلني